بيقول لك لو شُفت عربية ماشية ورا عربية نقل كبيرة، تريلا يعني، ممكن توفّر بنزين بشكل كبير. عشان يختبروا الكلام ده، في فريق استخدم نفق هواء بيحاكي ظروف السواقة على الطريق السريع، واكتشفوا إن ورا التريلا في منطقة ضغط منخفض، الدخان مش بيوصلها أصلًا. الفكرة إن لو العربية دخلت في المنطقة دي، هتحس بمقاومة أقل وهوا أقل، فبالتالي توفّر بنزين. التجربة بالنموذج المصغّر ده أكدت الكلام ده. على بُعد 10 أقدام، حوالي 3 متر من التريلا، مقاومة الهوا قلّت بنسبة 61%. ده رقم ضخم فعلًا. السؤال الحقيقي، هل ده فعلًا هيوفّر بنزين على الطريق؟ الفريق بدأ يقيس استهلاك البنزين الطبيعي على سرعة 50 ميل في الساعة. العربية كانت ماشية 25 ميل لكل جالون. وبعدين بدأوا يقللوا المسافة ورا التريلا من مسافة آمنة لمسافة خطيرة جدًا. محدش يحاول يعمل كده. أول اختبار كان على بُعد 100 قدم، وده رغم كل شيء ما يعتبرش آمن حسب تعليمات المرور اللي بتوصي بمسافة أقل من 150 قدم. لكن النتيجة كانت مبهرة. استهلاك البنزين قل 11%. التجربة التانية على بُعد 50 قدم، الاستهلاك قل 20%. ولمّا قرّب أكتر ل20 قدم، ده بقى خطير جدًا، لأنه دخل في النقطة العمياء للسواق. يعني التريلا يعتبر مش شايفاه. بس ساعتها التوفير زاد ل27%. طب على بُعد 10 أقدام، ده جنون مطلق. بس المفاجأة إن الكفاءة زادت ل40%. وأخيرًا التجربة الأخيرة على بُعد قدمين بس من التريلا، يعني حرفيًا لازق فيها. غلط بسيط وممكن تحصل كارثة. يا ترى بقى وفّرت قد إيه؟ احسبها أنت بقى حسب المعطيات اللي اديتها لك، وقُل لي في الكومنتات. وأخيرًا لو عجبك الفيديو، اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر المزيد. شكرًا.